أهلا بكم. معنا اليوم الرئيس اللي دخل للتاريخ من باب التزوير، الراجل اللي كيدخل السبيطار بباروكة وكيخرج منه ببيجامة، إبراهيم رخيص الملقب بن باطوش. منورنا السي رخيص. واش جيتي بسميتك ولا نعيطوا لك حموش؟ احترم نفسك، أنا زعيم ثوري وقضيتي قضية شعب يطالب بتقرير المصير. تقرير المصير ولا تزوير المصير؟ شنو كتحس وانت داخل إسبانيا بهوية مزورة بحال شي شفار ديال الدجاج؟ واش خفتي من القضاء ولا خفتي غير على البيجامة ديالك لا تتوسخ؟ تلك كانت خطة استراتيجية للتمويه. نحن ناضل من أجل الاستقلال. نضال الاغتصاب والتعذيب خديجته محمود والناس اللي عذبتي في سجن الرشيد كيسلموا عليك وكيقولوا لك الحبل قصير أبن باطوش. واش هذه هي الطورة اللي كتعلموها للشباب؟ هذه إشاعات صهيونية. نحن منشغلون ببناء الدولة في تندوف. إيوا كولي، شنو هي أهم المشاريع في تندوف؟ واش هي صباغة الخيام باللون الأخضر ولا تصدير الرملة؟ سمعت بلي المشروع الضخم ديالكم هو أكبر لفتة في العالم. الشعب كياكل لفت والزعيم كياكل مساعدات في سويسرا. اللفت هو رمزا للأرض والصمود، ونحن نبني مستقبلا مشرقا. قولي، هذيك الصورة الشهيرة مع اللفتة واش كانت حصة تصوير ولا كنتي كتشوف فيها مستقبل الدولة؟ تلك الصورة تعبر عن ارتباطنا بالتربة. نحن واللفت واحد. باينة. دابا قولي الصراحة، نتعارف بلي تندوف أرض مغربية والجزائر غير سلفتها لكم. شنو غدير نهار يجي شنكريحة؟ يقول لك يلا أبن باطوش خوي لي تندوف راه بغينا نردوها للمغرب. اسكت القرد، الجزائر حليف استراتيجي ولن تخلع عنا. الحليف كيتبدل فاش كتسالي المصلحة. نصيحة لك سي رخيص، جمع خيامك ودور مية قبل ما تلقى راسك لا أرض لا لفتة لا بيجامة. الكلمة الأخيرة ليك. غنبقى صامد حتى إلا بقيت غير أنا واللفتة بوحدنا. سمعتوا الدراري؟ نهاية بئيسة القصة وهمية. أسي بن باطوش اللفتة راها كطيب بالزربة وانت راك تحرقتي. هادي شحال خليتكم ساكتين.